السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ مساء الخير عليكم جميعا. النهاردة عندنا كلام كتير في التحكيم، مش في الكورة بالظبط، في التحكيم. لأن إحنا جبنا خبير تحكيم إنجليزي اسمه جليتنبرج عشان نرتقي بمستوى التحكيم. اكتشفنا حاجات كده بسيطة. لو أنتوا ركزتوا في الأسبوعين الأولانيين إن التحكيم السنين اللي فاتت حاجة وبادئ السنة دي حاجة تانية. إن العيب ما كانش في الحكام نفسيهم، بس في حكام بعينهم هنتكلم عليهم دلوقتي. العيب كان في اللي بيدير لجنة الحكام. ماتشات الدوري المصري كانت بتنفرد بأرقام قياسية في توقفات أثناء المباراة، في عدد الفاولات والضربات الحرة اللي بتحتسب أثناء المباراة، ما لا يقل عن 40 50 60 خطأ أثناء المباراة. الحكم كل لمسة بيحسبها. كلاتنبرج طبعا لما جه أكيد اتفرج وشاف أخطاء الحكام وشاف أنواع الفاولات اللي بيحسبوها، وطبعا اداهم تعليمات مش كل لمسة بفاول. بعض الحكام طبعا خدوا الكلام ده وطبقوه، بس طبقوه على مستوى، يعني فعلا مش بعض، يعني مش كل لمسه. في حكام بقى طبقوا الكلام ده على مزاجهم. طبعا شفنا جدل تحكيمي في ماتش الزمالك وسيراميكا كليوباترا، وجدل تحكيمي امبارح في ماتش المحله والاسماعيلي. صراحه امبارح ما قدرتش اعمل فيديو لان كنت تعبان شويه. هتكلم بس الاول على ماتش المحله والاسماعيلي. حكم المباراه احمد حمدي. قبل ما اقول هو عمل امبارح، من 4 سنين او من 5 سنين ماتش الاهلي وطلائع الجيش في 2017 تقريبا، كنت اول مره اشوف الحكم احمد حمدي ده. كرة ملعوبه طولها لعبد الله السعيد. عبد الله السعيد داخل بالكرة من على بوز ال 18 من ناحيه الشمال، طلع عليه محمد بسام، ما طلعش بايده، عمل تاكلينج برجله. عبد الله السعيد ومحمد بسام بالظبط بقوا زاويه قايمه. عبد الله زق الكرة، محمد بسام جاب رجله بوضوح. الحكم عنده رؤيه كامله 100%، لان كانت الكوره ملعوبه في مساحه فاضيه، لا في لاعب بيحجب عنده الرؤيه ولا اي حاجه. امر باستئناف في اللعب، ما اداش ضربه جزاء، ولعيبه الاهلي صاروا على الحكم جدا. في نفس المباراه لعيب طلائع الجيش جوه ال 18، كره بتنط، بيطلعها برجله ودراع، المفروض كده الكره ردت في ايده جهارا نهارا كده. ما حسبش حاجه، امر باستئناف اللعب. في نفس المباراه لعيب طلائع الجيش، خدوا بالكم بقى من اللقطه دي قوي. الحكم اللي شاف ان كره عبد الله السعيد دي مش ضربه جزاء، والكره اللي ردت في ايد اللاعب دي مش ضربه جزاء، تصويبه للاعب طلائع الجيش من خارج ال 18، وعمرو السوليه بالظبط جوه ال 18 بجنبه كده، رفع ايده دي كده ورفع ايده الشمال ورجله اليمين كده بيتصدى للكوره. عمرو السوليه مكانه هنا، والحكم بالظبط هيبقى في ظهر عمرو السوليه على بعد كام يارده يعني. اللاعب صوب الكره تقريبا جت في ايد عمرو السوليه الشمال، اللي هي اصلا مش باينه للحكم، او جت في بطنه، جت في ايده، فلنفترض جدلا جت في ايده. حكم فين بقى؟ ورا ظهر عمرو السوليه، ما هو شايف. خد قرار سريع جدا جدا وصفر ضربه جزاء لطلائع الجيش. طريقه غريبه جدا. انا مش متذكر احداث الماتش كلها طبعا، لكن ده اللي حصل بالنص. تقدروا تدخلوا تجيبوا الحاجات دي، فيديو سهل جدا يعني. ده 2017. احمد حمدي ده امبارح ماتش المحله والاسماعيلي، تحس ان في توجه ان الاسماعيلي ما ينزلش، ان الاسماعيلي ما يخسرش، في توجه ان نقف جنب الاسماعيلي. ده انا بتكلم من وجهة نظري، ولا ليا انتماءات ولا ميول، انا بتكلم اللي انا شفته. امبارح الاسماعيلي في اول 10 دقايق ماسك كوره، المحله عمل هجمه، كوره عرضيه جاب جون احمد الشيخ، 1-0 غزل المحله. المحله فضل متماسك وضغط. ضربه مرمى الاسماعيلي، اللاعب بيلعبها لحمدي النجاز جوه ال 6 يارد، حمدي النجاز واقف على 6 يارده، رجعها للحارس تاني، عدت من رجله، ضغط عليه اجويرو عبد الرحمن عاطف، دخلت جون. الفار نده الحكم، حسبها فاول ولغى الهدف.
مش عارف بقى الاحتكاكات اللي قال عليها جليتنبرج راحت فين. انا مش شايف فيها اصلا احتكاك يستدعي الفاول. اتلغى الهدف. اتلغى امبارح لغزل المحله 3 اهداف، منهم الهدف ده فاول، ومنهم كوره طبعا عبد الرحمن عاطف تقريبا لمسها بايده، والثالثه الله اعلم اتلغت ليه. 3 اهداف لغزل المحله في الدقيقه 40 في الشوط الاول امبارح، والمحله متقدم 1-0. عبد الرحمن عاطف اخترق بالكوره جوه ال 18 من الناحيه الشمال. مين ضاغط عليه؟ حمدي النقاز. فرق طول رهيب بينهم. الحكم احمد حمدي متمركز على اعلى مستوى ورا الاثنين لاعيبه ب3 ياردات، لدرجه ان هو واقف ما بيجريش لانهم قدامه. حمدي النجاز ايده الشمال واخد اللعيب في حضنه. طول حمدي النجاز وتقل جسمه اللعيب بقى مش قادر يشيل حمدي النجاز على كتفه ويجري بيه، لدرجه من تقل حمدي النجاز الكره طولت، اللعيب وقع. مش هو اللي وقع بقى، ده في بيت وقع فوقه. عبد الرحمن عاطف في بيت كده 4 ادوار وقع فوقه، حمدي النقاز خده سوفليكس وقع بيه في الارض فوقه كده. طبعا اللعيب بيتضير، ده الحكم بيصفر ضربه ركنيه. حاجه عجيبه جدا. الاحتكاكات دي هي دي اللي ما بتحسبش فاولات. طيب اثناء المباراه بقى الهفوه فاول، زقه فاول، والكره دي اللي جوه ال 18 ما حسبهاش ضربه جزاء. المحله جاب الجون الثاني بقى 2-0 في اخر 10 دقايق تقريبا، اخر ربع ساعه. اوفر من الناحيه اليمين للاسماعيلي، اللاعب لعبها برجله الشمال. لعيب من الاسماعيلي حاول يلعب الكره براسه، ما قدرش اجزم هي جت في راسه ولا لا، راحت للي بعد المتسلل حطها جوه. التصوير عندنا والاخراج والكلام ده ما بيوضح لناش 100%. طلع شافها الفار، او الفار قال له انها جوه، حسب الكره هدف. وهي لو اتحسبت تسلل محدش هيراجعهم. حسبوا اللعيب مش متداخل او متداخل، انها لمست لعيب الاسماعيلي وراحت فيبقى اوفسايد، او ما لمسوش يبقى اوفسايد، ما اعرفش اجزامه بيها ازاي. وانحسبت هدف للاسماعيلي. فده احمد حمدي. انا قلت لكم بس على الماتش الاهلي وطلائع الجيش 2017 عشان اربط الاحداث دي بالنهارده. عندنا بقى الكابتن محمد معروف. كابتن محمد معروف ده قصته قصه برضه بقى، واخطائه كلها يا ضد الاهلي يا لصالح الزمالك. عمل ايه محمد معروف؟ من موسمين الاهلي بيلعب مع غزل المحله في المحله، حسب فاول لغزل المحله، وفي نفس اللحظه راح متضايق كده بيكلم حد من الجهاز الفني كانه فاول مش مهم يعني، والكره ما فيهاش فاول اصلا. اتشاطت الكره جت هدف لاجل حظ غزل المحله. ايه اللي حصل بعد كده بقى؟ الاهلي كان ضاغط عشان يجيب جون، ما حصلش ان الاهلي جاب هدف. كوره ثرو باص، محمد شريف رايح للجون، المدافع محمد فتح الله عمل معاه فاول وهو عنده انذار. اصلا الكره انفراد مفروض كارت احمر، طب مش كارت احمر، المدافع منع هجمه واعده، انذار، ما ادوش انذار تاني. الفار استدعى الكره لحسين الشحات جوه ال 18 ضربه جزاء، ما رضاش يحسب. استدعى الكره محمد هاني ضربه جزاء، ما رضاش يحسب. والاهلي خسر 3 بونت بسبب محمد معروف. محمد معروف في ماتش الزمالك التتويج بالدوري الموسم اللي فات تقريبا امام وادي دجله او الانتاج الحربي، لعيب الزمالك كره عرضيه وهو بيحطها هدف بدماغه، نط في الهواء مع اللعيب محمد معروف. الموسم اللي فات برضه نشوف بقى ايه محمد معروف عمل ايه كمان. ماتش سيراميكا كليوباترا اللي كلمتكم عليه طبعا، ضربه الجزاء بتاع طارق حامد اللي هو قلع اللعيب التيشيرت. شوف ضربه الجزاء في الدقيقه كام، ومحمد معروف تمركزه فين. ادي اللقطه، بنعتذر لضعف امكانياتنا طبعا. دي اللقطه اهي، شايفين محمد معروف فين؟ شايفين الوقت الدقيقه كام؟ شايفين التيشيرت؟ تيشيرت الابيض الداخلي بتاع اللعيب اللي بين ده، شايفينه؟ محمد معروف ما كانش شايفه هو والفار.
طارق حامد عامل ايه في اللعيب؟ المسلوسي عامل ايه؟ الدقيقه 91 محمد معروف فين؟ لا محمد معروف حسب ولا فارنا دهله. بس احنا مش ده توجه، احنا بنوصف اللي احنا شايفينه. ماتش مين ده؟ ماتش مين ده؟ الزمالك بيلعب مين؟ المصري. مين ده؟ اوستن اوموتو، معاه مين؟ الونش. محمد معروف فين؟ والفار استدعاه. محمد معروف فين؟ والفار استدعاه. انفراد. انفراد. ما طردش الونش. ده محمد معروف برضو. اللي بعديها اخر واحده بقى الجميله اللي ختم لنا بيها، دي مش بعيده، دي امبارح مع زكريا الوردي في الدقيقه 42 في الشوط الاولاني. الكره دي طبعا وهو رايح بيصفر فاول، حط ايده على جيبه عشان يطلع الكارت، اكتشف ان زكريا الوردي وهيبقى الانذار الثاني. رفض يطلع الانذار ورفض يطرد زكريا الوردي. احنا بس بنوضح، ما بنقولش بقى الحكم ده عنده توجه، لا. في فرق بين حكم امكانياته ضعيفه وفي فرق بين حكم عارف هو بيعمل ايه. محمد معروف عارف هو بيعمل ايه. احمد حمدي عارف هو بيعمل ايه. النهارده كنت جاي بس اتكلم على التحكيم عشان اللي حصل من الحكمين دول بالذات مش صدفه. اوعى تقول لي كل ده صدفه. اوعى تقول لي التعليمات اللي واخدينها من جلاتنبرج ان هو يبقى لعيب عنده انذار ومنع هجمه واعده قال له ما تدوش انذار تاني. هل الاحتكاكات اللي قال مش كل حاجه تحسبوها الكلام ده ينطبق على ضربه الجزاء حمدي النقاز مع عبد الرحمن عاطف اللي غزل المحله؟ مش ممكن. ده مش احتكاك طبيعي. وطبعا عرفت النهارده ان محمد معروف اتوقف، لكن ما حدش امبارح برضو. امبارح كابتن احمد الشناوي بيتكلم على الكوره بتاعت ضربه الجزاء بتاعت حمدي النقاز دي وعبد الرحمن عاطف، بيقول انا مش عارف هل ده احتكاك عادي ولا ايه، انا مش عارف. لكن الكوره ضربه جزاء، والاسماعيلي امبارح هدفه من تسلل، والاسماعيلي امبارح الهدف اللي اتلغى للمحله اللي اتحسب فاول اللي هو الاحتكاك مع حارس المرمى انا بعتبره هدف مش فاول. والمحله امبارح المفروض يكسب 3-0. ارجو ان ما حدش يزعل سواء اهلاوي او زملكاوي، انا ما بتكلمش من ناحيه انتماءات، انا بتكلم في اللي انا شايفه. ولو شفت كده في ماتش من اي حكم تاني غير الاثنين دول برضه هطلع اقول بس الحكمين دول بالذات اخطائهم تكاد تكون متعمده مش صدفه. اشكركم، وان شاء الله نستمتع بمباراه السوبر، ونبارك للفايز والخسران نقول له باد لك او هارد لك. وطبعا الساده اللي بيقولوا هارد لك، هي ما اسمهاش هارد لك، هي كلمه هارد لك. لك يعني حظ، حظ سيء. ما حدش يقول هارد لك بقى، ايه هارد لك دي؟ اسمها هارد لك. شكرا. جود نايت.